اليوتيوب مو بس تسمع، تكتب وات از مدري منو الى وات از زي طارق زي تورس وات از. ودائما اسمع، انا احكي اسمع. اهم شيء بالقطع الاستيعابيه الترجمه، بحيث لازم ما تفوتك مفرده وانت ما تفتهم معناها بالقطعه. حتى من يجيك السؤال بالامتحان الوزاري خلي يجيب اي سؤال من القطعه، انت فاهم القطعه، فاهم مفرداتها، مترجم مفرداتها. والافضل بعد ما تشوف الدرس باليوتيوب ترجع انت تلزم الملزمه وتقرا حتى لو تخطا بالمعنى باللفظ، حتى لو تخطا باللفظ. سيد طارق is a tourist. He is a tourist. He is 20 years old. He is from Iraq. He was floating. راح تقول استاذ انا ما اقدر اقرا مثلك لان انت اللفظ مالتك صحيح، اخطا باللفظ مو مشكله. من تتخلص درس اليوتيوب وين تروح؟ للملزمه، تباوع على الاسئله، ترددهن ويا نفسك، مو تجي تباوع لي عليهن، ترددهن ويا نفسك. وراها من ترددهن ويا نفسك اذا تتبع اسلوب تكتب تحفظ كتابه هذا راح ياخرك، لانه بالوزاري ما مطلوب منك املاء اجوبه القطع الاستيعابيه، وانما مطلوب من عندك فقط فكره الجواب. يعني الطريقه الافضل حتى تسيطر على اسئله القطع الاستيعابيه تكتبهم مره واحده، تباوع على السؤال تقراه ترجع تكتبه، تباوع على السؤال تقراه ترجع تكتبه. وراها انا منطيك اسئله وظلت عندك اسئله سابقه، اسئله مال امتحانات شهريه، ترجع استاذ هذا السؤال ترجمته فلان شيء بفلان شيء، هذا السؤال. لان مرات الطالب من يجي سؤال القطع الاستيعابيه الا يكون حافظ نصا الاسئله الموجوده وين؟ بالملزمه. هذا مو صحيح حجي، مو صحيح. مثلا راح اكتب لك سؤال هنا، هسه احنا مو اخذنا قطعه سميره، راح اكتب سؤال. هو اليوم امتحان بيه شلون؟ اي اعرف هسه اخذنا الوقت بس باو عليه. How do interpreters get good general knowledge? أنا هذا الكتاب السؤال، هذا السؤال أنا ما كاتبه بالأسئلة. هذا السؤال أنا ما كاتبه بأسئلة قطعة سميرة. بس أنت إذا فاهم القطعة وافتهمت السؤال تقدر تجاوب. اخطأ بالإملاء يا ابن الناس. راح تقول لي شلون؟ بالنسبة لأجوبة القطع الاستيعابية تكتبهم مرة واحدة بس، مجرد تقوي إيدك على الكتابة بس. بالوزاري إذا أنت تتذكر الكلمات تهجاها، اكتبها مثل ما تتهجاها، مثل ما تلفظها، حتى مجرد توصل فكرة علما للمصحح، لأن هو ما راح يحاسبك على الإملاء. أهم شيء أرجع وأقول لك فهمك للسؤال. شنو how do interpreters get good general knowledge؟ شنو how interpreters get good general knowledge؟ معرفة. شلون يحصلون معرفة جيدة عامة؟ فهم السؤال هو نصف الجواب. شنو؟ Listening to the news and reading the newspapers. هو فهم السؤال، هو خلص راح يقدر يجاوبه. Watch films. لا حجي هذا بإنشاء فوائد دراسة اللغة الإنجليزية. احنا هنا قاعد نحكي على قطعة سميرة. زين، نرجع لموضوع آخر اللي هو الإسقاطات. بس ركز. الإسقاطات صارت عندك ملزمة. صار عندك شلون تقرا بيها؟ يوميا سؤال، لا تتعب نفسك ولا تركض والا 7 صفحات 10 صفحات تقرا لي، ما تقدر انت هيك حجي. اكو طلاب هواي ضعفاء بالمعاني. الحل الوحيد انا راح انزل لك بصمات صوتيه قريبا، اقرا
الجمل من الجملة الأولى إلى آخر جملة بكل يونت. أنت شو تسوي؟ تسمع، اعتبرها أغنية، اسمع وردد، اسمع وردد. ترى الإسقاطات ما تنحفظ لأن هي مو إملاء. الإسقاطات عبارة عن جملة ترددها وين نفسك. أنا شلون أحكي إنجليزي؟ أنا تعلمت أحكي إنجليزي لأن أكرر. التكرار شو يخلي الطالب يتذكر ما ينسى. هنا أنا قاعد نحكي عن نحكي عن شنو؟ قاعد نحكي عن لغة. إذا ما تردد ويا نفسك الإنجليز شو يقولون عندهم مثل شهير: if you speak you remember. إذا تتكلم تتذكر. if you don't speak you forget. إذا ما تحكي تنسى. فهاي إنجليزي حجي مو القصيدة الشعرية باللغة العربية شلون تحفظها؟ ترددها ويا نفسك، هو مو لازم الكتاب. ماكو هيج. الإسقاطات علاوي لازم ترددهن ويا نفسك، واهم شيء من تباوع على الكلمه تحفظها صوريا وكتابه. يعني من تباوع على الكلمه تعرف هذه معناها فلان شيء. يعني انا هسه راح اكتب كلمه من ايام الوحده الثانيه بس بابا. انت تعرف ليش هاي تتذكرها؟ لأن كررتها وايد. ايش قد كررتها؟ لذلك انت قاعد تتذكرها. نفس الحالة ويا بقية الإسقاطات مال الوحدة الثالثة والثانية والأولى. التكرار شي يخليك حجي تتذكر معنى الكلمة، بحيث من تقرأ الجملة تعرف هاي الكلمة تصير بهذا الفراغ. ومرات كلمة واحدة بالجملة تنطيك دليل على الجواب، مرات مو دائما، مرات. هذا بالنسبة للإسقاطات. الإنشاء حالة القطعة الاستيعابية. تردد ويا نفسك وتكتب. ومن الصعب على الطلاب أن يحققون درجة كاملة بالإملاء، لأن الإملاء عليه درجتين بالإنشاء. كل 5 أخطاء يقصك درجة، كل 5 أخطاء يقصك درجة. طالما الدرجتين هسه لا تاخذ 20، اخذ 18، اخذ 17. يعني فكرة الجواب لازم تكتبها صحيحة، مو تجيب لي. ومرات الطالب ينسى يجيب من الأخير بالبداية ومن البداية بالأخير. أنا شلون كنت أكتب إنشاء عباس؟ مو صعبة والله. أحفظ الإنشاء بالعربي، أرجع أحوله بالإنجليزي. انطي فكرة بس، اغلط بالإملاء. اغلط بالإملاء بس وصل الفكرة تكون صح. يعني الفكرة تكون متسلسلة صح، مو تجيب لي منها وتخلي لي هنا وتجيب لي منها وتخلي لي هنا. هنا راح يعطيك خطأ حجي. راح ما يعطيك. تدري ايش قد عن الفكرة؟ 14 درجة عن الفكرة. ايش قد عن الفكرة؟ 14 درجة. الطالب ليش يطلع يرسل بالإنجليزي؟ لأن ما ياخذ درجة عن الإنشاء. ما ياخذ درجة عن الإنشاء، يجوز ياخذ لي 5 من 20، 6 من 20. تدري ليش يعطيك 5 من 20 و6 من 20؟ لأن أنت الفكرة مالتك ما مشيت بيها بالسهل. من يجي يقرأ المصحح يفتهم كلامك، أنت أخطأ بالإملاء، بس الفكرة مالتك لازم شو تصير؟ لا تظل تركز على الإملاء، ركز لي يكون على الفكرة، كون ما تخطأ، تمشي بالسوى. مو تجيب لي تحكي عن كرة القدم ولطشت لي وياها السياسة. شنو علاقتها بكرة القدم؟ قاعد احكي عن كرة القدم. وصلت الفكرة؟ ايش بقى عندك؟ بقى عندك سؤال الأدب نفس الحالة. قصة الأرجوحة تعتمد على التكرار. نفس القطع الاستيعابية. آخر شيء عندك اللي هو الإملاء، اللي عليه ايش قد محمد؟ عليه 5 درجات. الإملاء حجي ورقة وقلم، ما بيها نقاش إطلاقا. ليش؟ لأن الإملاء بالوزاري الكلمة إذا تخطأ بيها بحرف يعطيك 0، ما بيها نقاش. لأن هو سؤال الإملاء اللي عليه 5 درجات يقيس قدرات الطالب إملائيا، مدى قدرته على كتابة إملاء صحيح. وصلت ابن الناس؟ هاي الطريقة تطبقها، مو طب منها وتطلع منها راح تجاوب. ما تطبقها ما تقدر تسيطر على الإنجليزي. وصلت؟ سؤال الإملاء هو سؤال الثالث فرع سي.
فعل تحوله ماضي او تصريف ثالث او تضيف له عين جي. اسم مفرد تحوله جمع. معاكسات ام وال وار وان. اختصار تكتب الكلمه او كلمه تكتب الاختصار. كلمات الرسميه والاقل رسميه. صيغه المقارنه يعطيك صفه تحولها علما الى مقارنه. بعد عندك بالوحده الخامسه يعطيك افعال واسماء تحولهم علما الى صفات. عندنا تمرين موجود بصفحه اعتقد 31 بالملزمه. زين هاي الطريقه حكي المثاليه لدراسه الكتاب. يعني تقدر تتوقع